الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعة معانا الكاميرا دي، حابين نتعرف عليها. دي كاميرا بي تي زد موتورايز اوبتيكال زوم، بتلف زي ما احنا شايفين 360 درجة. طبعا هتعرف على الأجزاء بتاعتها، شوف اللينس بتاعتها. طبعا يا جماعة الكاميرا دي اوت دور، طبعا اوبتيكال زوم. اللينس بتاعتها 36 اكس، التي في ال بتاعها 530. طبعا احنا عارفين التي في ال اللي هو الخطوط الافقيه للصوره. كل ما التي في ال بيزيد كل ما الصوره بتكون اوضح واحسن وانقى. طبعا الاكس طبعا اللي هو الزوم، اللي هو اللينس بتاعتها بتتقاس بالاكس، فالعدسه بتاعتها 36 اكس. وكل ما بيزيد الاكس كل ما الصوره بتكون اوضح وابعد، كل ما اجيب صوره ابعد واوضح. طيب احنا دلوقتي معانا اللينس بتاعتها، حابب بس نشوفها نتعرف عليها. دي اللينس زي ما احنا شايفين، ادي اللينس بتاعتها اهي. طبعا يا جماعه اللينس دي بتتقاس بالاكس زي ما احنا شايفين. دي اوبتيكال زوم، بتركب دي دايما تلاقيها في الكاميرات المتحركه. الاوبتيكال زوم زي ما احنا شايفينها، دي بتتقاس بالاكس. طبعا ديت المواصفات بتاعتها، دي التي في ال بتاعتها 530. طبعا كل ما التي في ال بيزيد كل ما الصورة بتبقى احسن. كويس. طبعا يا جماعة ان انت لما بتيجي تشتري كاميرا زي ديت، المواصفات بتاعتها تي في ال والاكس، بتسعى على التي في ال بتاعتها كام وتشوفها كام اكس. الاكس اللي هو الزوم بتاعها، كل ما بيزيد كل ما بيجيب لك صورة احسن واوضح وابعد. الاكس اللي دي 36 اكس اللي احنا شايفينها، دي 36 اكس. انا لسه مغيرها في الكاميرا، حابب ان انتوا تعرفوها وتشوفوها كويس. دي غير التانية. طبعا يا جماعة اللينس اللي في ايدي دي مختلف عن اللينس اللي في ايدي التانية، غير دي حاجة ودي حاجة. اللي هي في ايدي دي بتتقاس بالملي، مكتوب عليها هنا اهوت، دي قياسها بالملي. كويس اهي، ملي ام. دي قياسها بتركب في الكاميرات الثابتة اللي هي دي عشان تبقوا عارفينها. دي مختلفة، دي لينس كمان، دي اسمها لينس، دي كمان اسمها لينس. زي ما احنا شايفين دي لينس اهي، مختلفة عن اللينس اللي في ايدي دي. دي قياسها بالاكس، دي القياس بتاعها بالاكس 36 اكس 32 اكس. التانية القياس بتاعها بالملي. كويس. دي بتركب في كاميرات الديجيتال، الكاميرات اللي هي البي تي زد المتحركة زي ما احنا شايفين. دي لينس ودي لينس، دي حاجة ودي حاجة تانية، دي مختلفة عن دي. حابين بس تبقوا عارفين عشان الناس اللي بتتعلم الكاميرات تبقى عارفة. انا كل الكلام بتاعي للمبتدئين. كويس. طبعا يا جماعة دوت الاي ار بتاع الكاميرا زي ما احنا شايفين عامل ازاي، شايفين كبير ازاي. كل ما عدد الليدات دي بتزيد، كل ما بتزيد كل ما بالصورة، او كل ما تجيب لك صورة احسن بالليل في الضلمة. كل ما عدد الليدات دي الانفراريد بتزيد كل ما الصورة بتكون احسن. احنا شايفين حجم الليد كبير ازاي، يعني احنا لو بصينا كده حجم الليد كبير شايف وكتير، يجيب لك صورة احسن بالليل. دي الاي ار بتاع الكاميرا اللي احنا ايه. طبعا يا جماعة في حاجة اسمها وايبر اللي هي المساحة، دي بردك اللينس. الوايبر دوت مسؤول عن المساحة اللي راكبة قدام في الكاميرا، في مساحة، ده اسمه ستيبر ماتور. ده اللي بيحرك الوايبر اللي هي المساحة، بيجيبها شمال ويمين، بيمسح اللينس، ده مسؤول عنها. كويس. ماشي يا جماعة، نشرح الكاميرا.
طبعا احنا شايفين الموتور ده كبير ازاي، وده السير بتاعه زي ما احنا شايفين. الموتور دوت يا جماعة مسؤول عن الطلوع كده والنزول اهو، شايفين عامل ازاي كبير. ده اسمه ستيبر موتور، ستيبر موتور، وده الاطراف بتاعته اهي. ده ديجيتال موتور، ديجيتال بياخد اشارة من البوردة كويس اهو. ستيبر موتور، ده السير بتاعه شايفين عامل ازاي. في واحد تاني موتور اهو كمان ورا، ده موتور تاني ورا اهو، ده مسؤول عن اللف من الجنب، اللف كده في الجنب اهو. والسير بتاعه طبعا نفس شكل السير ده بالظبط بس مش باين اهو. يعني عندك اتنين موتور، اتنين موتور، واحد فوق وتحت كده، وواحد 360 درجة من الجنب. مواتير دي اسمها ستيبر موتور، اي كاميرا متحركة بيركب فيها ستيبر موتور كويس. وادي اللينس، طبعا احنا زي قلنا المواصفات بتاعتها. وهنا شايفين الاي ار، ودي المروحة. طبعا المروحة دي بتشتغل هنا سنسور، طبعا اول ما بحس بدرجة الحرارة بتشتغل مروحة على طول كويس. شكرا.